سؤال شيخ. سم. لا واحد. ما اقدر اقول له شيء. على حسب اخذها بقوه الذراع. يعني المحاضره مباركه تبارك الله يحفظك. فيها علم وفيها الله يحفظك. الله يحفظك. النيه اللي تفضلت فيها هل هذه اي نيه ابو خالد؟ نيه للعمل. ايه. اذا انا جاي بصلي الوتر زين. طالعت الساعه لقيت اكو وقت بتزيد. وانا كبرت. جميل. اقول لا اسوي سنه. وضح. وضح. يلا. ايه. النية محلها القلب قطعا. النية عندك 4 أحوال. إما تقلب من فرض إلى فرض. شلون من فرض إلى فرض؟ كبرت حق صلاة العصر، هذا فرض ولا لا؟ فرض. تذكرت إنك مو مصلي الظهر مثلا، قلت خلاص أحولها ظهر. هذا نية من فرض إلى فرض. من فرض إلى نافلة. كبرت بتصلي الظهر بروحك، ما في احد بالمسجد ولا خلينا نقول مصلى او شيء. بعدين يو ناس يصلون، قلت خليها نافله عشان اصلي معاهم الجماعه، فحولها من فرض الى نافله. زين. الثالثه من نافله الى فرض، يعني كبرت انك تصلي نافله. زين. بعدين تذكرت انك شغل الحين ضروري، مثلا انت بتصلي سنه الظهر القبليه، بعدين تذكرت عندك موعد، قلت لا خلص خليها ظهر. هذا من نافله الى فرض. الرابع من نافله الى نافله، اللي هو سؤال ابو خالد. من نافله الى نافله، يعني بتصلي وتر، انا قلت خلص لي ركعتين قبل الوتر. بتصلي مثلا نافله، بعدين ذكرت ما صليت سنه الظهر، خليها سنه الظهر. وهكذا من نافله الى نافله. هذه 4 انواع. من فرض الى فرض ما يصح. طيب شو الحل؟ تقطعها وتكبر من جديد حق الظهر. ما يصير تحول من عصر الى ظهر وانت اثناء الصلاه. تقطع الصلاه سواء قطعتها بالتسليم او بدون تسليم، ترد مره ثانيه الله اكبر بنيه الظهر. فالتحويل من فريضه الى فريضه لا يجوز. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه من فريضه الى نافله. من فريضه الى نافله، صليت نويت الظهر، بعدين يو ناس قاعد يتسننون، قلت خلاص اصلي معاهم يعني جماعه، ليش اصلي بروحي؟ فحولتها من فريضه الى نافله، يسمونها من الاعلى الى الادنى، لان الفريضه اعلى. هذه جائزه. يصير جائزه، تحول من فريضه الى نافله. الحاله الثالثه من نافله الى فريضه، ما يجوز، لان ما تنزل تصعد فوق. شو تسوي؟ تقطعها. يعني مثلا صليت سنه الظهر، تذكرت عندك شغل ضروري الان لازم تصلي الظهر، ما عندك وقت تصلي السنه وتصلي الصلاه، تقطعها وتحولها الظهر، تكبر من جديد انها الظهر وتقطع النافله، لكن ما تحول من نافله الى فريضه في اثناء الصلاه، لان الادنى ما يصعد للاعلى. بقت الاخيره اللي هو سؤال ابو خالد، اللي هو من نافله الى نافله. هذه جائزه. جائزه. كبرت بتصلي ركعه، بعدين رأيت أن عندك سعة ولك خلق وعندك سعة وقت، حولها ركعتين بعدين أوتر، ما يضر. من نافلة إلى نافلة. وضحت إن شاء الله.